بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الوجبة القمر اللي معانا دي؟ يا ترى بقى حد يصدق ان ده قرنبيط؟ ده شكله كده بيقول ان هو دجاج كنتاكي كده بالخلطة السرية، حاجة كده فاخر من الاخر. ده مش ممكن يكون قرنبيط بالشكل والجمال ده والحلاوة دي. مش محدش هيصدق ان هو قرنبيط، بس هو فعلا والله بجد قرنبيط. هنشوف النهارده هنعمل القرنبيط القمر ده ازاي، وهنقول على حاجات يعني بتخلينا في ناس كتير ما بتحبش تاكل القرنبيط بسبب 3 حاجات. ال3 حاجات دول احنا هنقول عليهم في الفيديو، وهنقول هنعالجهم ازاي، وازاي هنقدر ناكل قرنبيط من غير ما نتعب ومن غير انتفاخات ومن غير، يعني بصي، هناخد النهارده معلومات حلوة جدا. تابعوا معايا الفيديو وهتشوفوا هقول لكم على كل الاسرار بتاعه القرنبيط. اول حاجه انا جبت معايا قرنبيطه، قطعها بالحجم اللي يناسبك. انا بالنسبه لي الحجم ده كويس خالص. قطعت كل زهره كده او كل ورده لوحدها. ما بحبهاش كبيره قوي ولا صغيره قوي، يعني يا دوبك وسط كده. ماشي. الحجم ده كويس. هروح حله على النار، احط فيها ميه لما تغلي او تبدا ان هي يعني تبدا تغلي كده. هحط فيها معلقه ملح، وهحط فيها معلقة كمون. ودي أول حاجة، أول سر النهاردة من أسرار القرنبيط. الناس اللي ما بتحبش تاكل القرنبيط علشان الانتفاخات والغازات والكلام ده، أو عندها القولون ومشاكل القولون، حطي الكمون في المية اللي بتغلي فيها القرنبيط. هيحوش أي غازات معاكي، هيخلي القرنبيط زيه زي أي خضار عادي، ما فيش فيه أي مشاكل خالص. تمام. احنا هنحط القرنبيط في المية فيها الملح وفيها الكمون، وهنسيبه يستوي. مش عايزة القرنبيط يستوي سوى يعني يتهري، لا، خلي القرنبيط معاكي يبقى ماسك نفسه كده. تمام. هنسيبه يغلي وهنشوف هنعمل ايه. معايا هنا كوباية من الدقيق، هنزل عليها ب3 معالق من النشا. ادي 3 معالق نشا اهو. وهحط عليهم نص معلقة ملح، او الملح برضو زي انا دايما بقول الملح حسب الرغبة. هنحط نص معلقة كزبرة، نص معلقة كمون. بحط كمون تاني اهو، يعني الكمون حطيناه في المية وبنحطه برضو في الخلطة بتاعة الدقيق. ودي نص معلقة كركم. عادي، عايزة تستغني عنها استغني، بس هي بتدي لون حلو. انا هقسم الخلطة اللي احنا عملناها دي، هقسمها، احط نصها في الطبق ده ونصها هخليها معاه في البولة الكبيرة دي. طيب، اللي انا سايباها في البولة دي هنزل عليها ببيضة. بصي، كمية القرنبيط اللي انت شفتيها معايا دي كلها ما حطيتش لها غير بيضة واحدة بس. تمام. وشوية مية اهو معايا، وهبدأ اقلب في الدقيق اللي عليه ملح وعليه كمون وعليه كزبرة. وادي شوية كزبرة، يعني كام عود كده كزبرة خضرة. احنا كنا حاطين كزبرة ناشفة وحطينا كمان كزبرة خضرة. دي التوم اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. ما عندكيش توم متفرز، فرومي او دقي 3 فصوص توم وانزلي بيهم. وحطي شوية مية واعجني العجينة الخلطة معاكي دي لغاية ما تبقى بالشكل ده. احنا كنا نسينا نحط بيكنج باودر، دي نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، هقسمها نصين. على الخليط الناشف اللي هو الدقيق الناشف اللي من غير مية ده نص، وعلى الخلطة اللي هي اللي عليها المية والبيض هنحط النص التاني، وهنقلبها كويس. تمام كده. دي الخلطة اللي احنا هننزل فيها القرنبيط، ودي اللي احنا هنطلع من هنا من العجينة هنحطها في الدقيق اللي هو من غير مية ده. بص القرنبيط معايا اهو بعد ما اتسلق، شايفه شكله جميل ولونه حلو جدا. بصي بقى، مش مهري اهو، ماسك نفسه علشان تعرفي تحطيه في الخلطة كويس وتقلبيه. لو مهري منك هيتبهدل ومش هتعرفي تقليه يعني مش هينفع خالص. حاولي ان وانتي بتسلقيه تخلي بالك عليه. حاولي حتى كمان بعد ما يستلق على طول طلعيه من الميه، صفيه من الميه على طول، لان الميه هتزود في السوى بتاعه. يعني حتى لو انت منزلاه نص سوى، الميه السخنه لو سبتيه فيها هتزود سواه وهتخليه يتهري معاكي، فانت صفيه من الميه على طول.
حطيته في الخلطة معاكي اهو، وطلعيه من الخلطة دي حطيه في الخلطة الناشفة على طول. الخلطة دي فيها نشا والتانية فيها نشا، بس دي بتخليه بقى ايه، يعني ما يشربش زيت. ده السر التاني. احنا قلنا على السر الاولاني اللي هيخلينا ما يبقاش فيه انتفاخات من القرنبيط، ان احنا هنحط كمون في الخلطة وفي المية. السر التاني بقى اللي هو سر القرمشة، النشا اللي احنا بنحطه على الدقيق او على الخلطة بتاعة القرنبيط. يبقى ده تاني سر النهاردة معانا من اسرار القرنبيط، ان انت تحطي عليه النشا. النشا بيخليه مقرمش وجميل وكريسبي وشكله حلو جدا زي ما انتوا شفتوا معايا. الطبق اللي انا كنت حاطه فيه كان ضيق وكان صغير، كان مضايقني في الشغل، بس يلا ادينا ايه كملنا بيه. تمام. هنطلع من هنا هنحطه هنا ونسيبه لغاية لما نخلص الكمية كلها. هنروح بقى على زيت على النار، والزيت طبعا يكون سخن، وهننزل بالقرنبيط معانا. طيب، احنا قلنا ان الانتفاخ هنحط له كمون، ال- القرمشة هنحط لها نشا. طيب بيشرب زيت كتير، القرنبيط بيشرب زيت، ودي مشكلة تالتة بتواجهنا. لا، لو مشيتي على اللي انا عملته ده وحطيتيه بعد ما طلعتيه من الخلطة العجينة، حطيتيه في الدقيق بالنشا اللي من غير عجين، هيبقى معاكي كريسبي وناشف وما بيشربش زيت. وده السر التالت اللي انا النهارده قلتلك هنقول على اكتر من حاجه من سر من اسرار القرنبيط ان هو يطلع معاكي مقرمش وجميل حتى بعد ما يبرد. دي تالت سر، ان انت بتحطيه في الخلطه اللي من غير ميه ولا بيض ولا كده. بتطلعيه من هنا بتحطيه في العجين، من العجينه بتحطيه في الدقيق الناشف. ودي تالت حاجه النهارده من اسرار القرنبيط اللي بتخليه معاكي بقى يبقى ناشف ومقرمش وما بيشربش زيت خالص. يعني بصي، احنا هنطلعه على مناديل مطبخ، هتلاقي ان انا بعد ما خلصنا وشلت المناديل من تحت منه، يعني هي كانت عليها زيت بسيط جدا، لان القرنبيط طالع ما بيشربش زيت. الخلطة الناشفة اللي احنا بنحطها ليه دي بتخليه ينشف كده معانا، وما بيشربش زيت معاكي خالص، بيبقى جميل وبيبقى مقرمش وكريسبي وطري من جوه. بصي بيبقى حاجة كده وهم. لو جربتيه بالطريقة اللي انا عملتها النهاردة دي بنفس التكنيك ده، والله بجد هتحبيه. بصي شكله ولونه حلو جدا. هنحط الدور التاني اهو نعمله ونقليه. بس بجد انا معجبه بيه، انا بعمله وبقليه قدامكم لغايه ما بخلصه خالص، لان شكله حلو. شكله حلو وانا مقتنعه ومصدقه ان هو بحب ان انا اوريكم الحاجه عملي قدامكم. ما بوري يعني ما بعملش حاجه واخبيها ومن ورا الكاميرا، او اقول مثلا لا دي طالعه مش حلوه ومش هبينها. لا، كل حاجه بطلعها معاكم قدامكم. يعني قبل ما بقدمه بيبقى شكله ايه، وبعد ما بقدمه في الاخر بيبقى شكله ايه. هو بخليه معاكم تشوفوه بكل حاجة، بكل تكاته، بكل حركاته، بكل حاجة. اعمليه بالطريقة دي هتحبيه. وكمان الولاد لو عندك حد ما بيحبش القرنبيط هياكلوه هيبقوا مبسوطين على فكرة. يعني هما ممكن اصلا يتخدعوا من شكله، لان هو شكله ما يقولش ان هو قرنبيط. شكله كده عامل زي الكنتاكي زي ما قلنا، عامل زي هو حلو شكله جميل. بصي احنا بنطلعه اهو، بنطلعه على مناديل المطبخ ناشف ومقرمش، ولون درجة اللون بتاعته جميلة. عايزة تحمريه اكتر عن كده براحتك، عايزة تخليه افتح من كده براحتك، بس هو كده مقرمش. وحتى بعد ما برد، يعني اللي اتبقى بعد ما اكلنا واللي اتبقى بعد كده وهو بارد كان لسه مقرمش كده ومحتفظ بشكله وبرونقه كده، كأنه لسه معمول، كأنه لسه مقلي. وهو رغم ان هو كان برد بس كان طعمه حلو جدا اهو. انا كان متبقى عندي شويه قرنبيط صغيرين، اللي هو اللي بيبقى صغير ده ومتقطع، عملته مع شوربه خضار علشان نعمل حاجه سخنه في الجو البرد ده. عملته في شوربه خضار، حطيت معاه شويه القرنبيط مع شويه بتاع فاصوليا. كانوا عندي شويه فاصوليا متفرزين في الفريزر صغيرين، مع كوسايه مع جزرايه، وطلعت منها احلى شويه شوربه خضار سخنين دافيين يدفوا كده في البرد اللي احنا فيه ده. قدمت معاها سلطة ومخلل وخيار مع العيش البلدي بتاعنا، وكانت وجبة تحفة. عايزة اقول لكم عجبت الولاد جدا وعجبتني انا كمان.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.